يا بنتي يا بنتي يا بنتي عيب كده بس. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكي عشان ما قلعني الطرحه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي مليون مره. لا انا مش هتشربيه عليك انت، عليك انت، واحترمي نفسك اللي كنت بتسبيني دي. يا ليلة الأدب يا لا احترمي نفسك، حرام عليك، اتقي الله، حرام عليك، اتقي الله، اتقي الله عليك انت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بقول لكم ايه، اللي عايز ترند الميكروباص يجي كده واللي عايز ترند الاتوبيس يجي كده. هو في ايه يا جدعان؟ الستات جرى لها. انا عايزه افهم بس، هم الستات اللي في الميكروباص دولت فين رجالتهم؟ بجد فين رجالتهم؟ حد يرد عليا. يعني خناقه في ميكروباص بدل ما الناس تهدي الموضوع، لا استنى اصور اول يمكن يجيب مشاهدات. الاقبال على الترند والمشاهدات اليومين دول تاريخ يا فندم. فين الحياء وفين الادب لما يشتموا بعض بالفاظ غير لائقه؟ طب سبتوا ايه للرجاله؟ والغريب ان اللي بتصور دي تيجي بعدها بساعتين تكتب بوست وتقول لك احترام المرأة واجب. طب ما نحترم نفسنا احنا الاول قدام الكاميرا. والمصيبه الاكبر ان في ناس داخله تدافع عنها. لا يا جماعه، الغلط غلط سواء ست او راجل. ولا يقول من حقها تصور، تمام، بس احنا كمان من حقنا نسال فين حدود الادب. المشكله مش في خناقه في ميكروباص، المشكله ان حياتنا كلها بقت محتوى، حتى اسوأ لحظاتنا. السؤال الاهم، انتوا مع ولا ضد ان كل حاجه بتحصل في حياتنا تتصور وتنزل على السوشيال ميديا؟